شفتوا شي رئيس دولة في العالم كيهضر على اللوبيا والعدس؟ واش الرؤساء والملوك كيطلعوا باش كيهضروا على التنمية اللي داروا في بلادهم، على الاستثمارات الاقتصادية الكبرى، على تطوير البنية التحتية، على تشغيل اليد العاملة؟ أنا كمواطن عادي لا أفقه شيئا، راه ما يمكنش نطلع بخطاب أمام أمة وأمام شعب رغم أنك كتستحمروا وكترجعوا بأنه الشعب أبله. راه كاين شعب مثقف، راه كاين مواطنين حرين مثقفين. واش كتطلع وكتهضر على اللوبيا والعدس؟ يعني واش هذا خطاب غادي يدخل الراس لاي مواطن ولا اي واحد شاف الخطاب ديال رئيس دوله كيهضر على العدس